بتتعهدوا بانكم تقبلوا على منتجات رعاة النادي الاهلي، لان ده اللي هيخلي الرعاة دول يستمروا وينموا. طيب قبل ما اعلق لك بقى على تصريحات عادل القيعي، انا عاوزك كده تفكر معايا. صور راعي النادي الاهلي الجديد، وعلى حسب الصور اللي طلعت من المؤتمر والصورة اللي هعرضها عليك دي، فالراعي الجديد مكان شركة ليبتون. اما بالنسبة بقى للشركة التانية، شركة المياه الغازية، فانا هوريك صورة. الصورة دي بتاريخ 1 اكتوبر 2023، يعني قبل الموضوع ده ما يحصل. هل بقى الاتنين دول صح، ان فعلا ليبتون يتشال، وان فعلا الحملة الاعلانية اللي مع شركة كوكاكولا دي كانت قبل الموضوع ده ما يحصل ولا لا؟ انا معرفش وما اقدرش اقول لك واثبت لك وما اقدرش اكد لك ان الكلام ده ايه حقيقي. اما بقى بالنسبة للتصريح بتاع عادل القيعي، فبصراحة يعني ما ينفعش ان انت في ظل ما انت ما نوهتش وما قلتش عن موضوع الرعاة اللي موجودين دول، سواء بقى كان ليبتون او كوكاكولا، ما طلعتش تصريحات، ما وعدتش الناس، ما قلت لهمش اي حاجة، فتطلع تقول للناس ان انتوا المفروض الجمهور يشتري المنتجات اللي تبع الرعاة بتوعنا عشان يقفوا جنب النادي الاهلي. فيؤسفني ان انا اقول لك ان انت كنت غلطان تماما. وايا يكن حبك وانتمائك للنادي الاهلي، اكيد انت مش هتروح تشتري منتجات زي ليبتون او كوكاكولا وتساعد اللي ما يتسموش على ان هم يعملوا اللي هم بيعملوه في اخواتنا. فتصريح بالامانه غريب جدا ان هو يطلع من حد في النادي الاهلي، وبصراحه برضو الموضوع مش باين، ودي حاجه مش لطيفه، لان ما اعتقدش ان الناس متعوده من النادي الاهلي على حاجه زي دي. النادي الاهلي كده هو لو بيزعل حد، فاول حد بيزعله هو جمهوره. فيا ريت الناس في النادي الاهلي تطلع وتوضح الصوره للناس لو كانت الصوره غلط، ولو كان اللي موجود والاخبار اللي موجوده دي غلط، يا ريت الناس تطلع وتوضح. لكن طالما ما حدش طلع ووضح، يؤسفني ان انا اقول لك ان النادي الاهلي ماشي في طريق مش حلو.